السلام عليكم ورحمة الله. نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. عاملين النهاردة رز مصري كبسة. رز مصري كبسة، وكان عندي دبابيس في الفريزر. كنت بصراحة جايبة كيلو ونص، فقسمته على مرتين. عملت مرة وادي المرة التانية. كنت جايبة كيلو ب100 جنيه، فكنت جايبة كيلو ونص ب150. حلو الكلام. الاول اعملي لي لايك، حطي لي لايك، ربنا يسعد قلبك يا رب، ونوريني على صفحتي. لو انت مش عامله لي متابعه تابعيني، ولو مش عامله لي اشتراك على اليوتيوب يا ريت تنوروني وتشرفيني وتعملي لي اشتراك. ده يعني انتوا على دماغي كلكم من فوق. طبعا انا بوريكي ان انا ده طبق الدبابيس، والطبق اللي قدامه على طول ده طبق الخلطه بتاعت الدبابيس. فيه طماطم، فيه فلفل اخضر الوان، فيه واحده ماجي، فيه بصلايه، فيه فصين توم وحبه الملح بتوعي. ده كده للدبابيس. نيجي للرز المصري بتاعنا. معايا بهارات كبسة، معايا واحدة ماجي، معايا لومي، معايا فلفل، معايا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، قرفة، خشب، عيدان. وادي الرز المصري بتاعنا. انا هعمله برز، تعمليه بالرز المصري بتاعك، تعمليه بالرز البسمتي ولا ايه اللي يريحك. معايا جزرايه، ومعايا بصلايه، ومعايا الورق اللورا. يعني الدبابيس قدامها الطبق بتاعها، والرز قدامه الاطباق بتاعته. هنيجي الاول للدبابيس عشان نحطها في الفرن كده وننجز قبل ما النور يقطع، الله يسامحهم. حطيت الفلفل اخضر، وفلفل احمر، وفلفل اصفر. ما عندكيش فلفل الوان مش مهم، حطي هو قرن فلفل اخضر وخلاص. وحطيت البهارات بتاعتي وفلفل اسود، وحطيت شويه ملح. وهنا بحط بس حبه ميه صغيرين عشان الخلاط بتاعي يلف. ضربتهم في الخلاط. وطبعا الدبابيس بتاعتي كنت غسلاها حلوه قوي، بغسلها بالدقيق وليمون وملح. دقيق وليمون وملح كفيل يضيع اي زفاره في فراخ بقى، في بط، في اي حاجه، في اي حاجه، في سمك، في ممبار، في يعني كل حاجه. ليمون، دقيق، ملح، التلاتة دول جبابرة في التنظيف. هنا طبعا مسكت الدبابيس بتاعتي، طبعا زي ما قلت لك غسلاها حلوه قوي، ومشرخاها كده بالسكينه. تمسكيها بالسكينه علشان خاطر الخلطه بتاعتي تخش جوه. طبعا ما قعدتهاش فيها ولا حاجه، هي الخلطه ما شاء الله كتير. فلما دخلت الفرن بقت عماله تدي وتاخد مع نفسها كده، لغايه اما الدبوس بقى تحسي ان هو كده خلطته مية مية ومش محتاج اي حاجه. حطيته في الفرن، غطيتها وحطيتها في الفرن ودخلتها الفرن وسبتها مع نفسها. نيجي طبعا للكبسه بتاعتي. طبعا البصلايه بتاعتي انا بشرها وبشرت الجزر، بس هاخد البصلايه الاول، وبعد كده هاخد واحده ماجي، والبهارات كبسه، واللومي، والعود القرفه، والورق اللورا. بنحطه طبعا في البصلايه. انت اول ما بتنزلي الكلام ده كله مع البصلايه كده مع حبه زيت. انا حطيت زيت على سمنه، حطيت حاجتين. ما ينفعش احط سمنه بس، يعني الزيت بيخلي الرز يبقى مفرفر كده ويبقى حلو، بيفصل الرزايه عن الرزايه. هنا كنا حطينا برضو الجزر. يا دوبك اول ما التوابل بتاعتي طلعت كده وحسيت ان هي ريحتها طلعت ومية مية، ودبلت البصل بتاعي دبل، بروح راميه الجزره بتاعتي، اللي هي الجزر اللي احنا مبشوره. وممكن ما تضيفيش جزر، يعني دي حاجه تريحك، دي حاجه بروتي ترجع لك. الاكل ما فيهوش قواعد، ما فيهوش حاجه اللي هو واحد اتنين تلاته، لا. انا ممكن اضيف حاجه انت ما بتحبهاش، فانا مش مجبره اكلها. فانت ايه اللي يريحك يا ست الكل. طبعا حطينا بقى الرز. بصي الرز بتاعي ولا حطيت كاري ولا حطيت بتاع دوت اي حاجه اللي تخلي الرز يبقى لونه كده. انا ما حطيتش حاجه خالص غير بهارات الكبسه بس. بتجيبي بهارات كبسه من عند حد نضيف جدا، يعني عشان خاطر البهارات بتختلف بصراحه من عطار لعطار. في عطار بيجيب اي بهارات، وفي عطار بيجيب بهارات مش حلوه. طبعا لو هتعملي، معلش التليفون كان بيرن، لو هتعملي رز الكبسة طبعا بنضيف لكل كيلو، لكل كوباية رز كبسة انت بتضيفي كوباية ونص مية. لكل كوباية رز كبسة الرز السعودي كيلو، كوباية ونص مية. فطبعا ده الرز المصري بتاعنا، فيا دوبك الرز بغطيه بس كده فوق الرز بعقلة صباع المية بتاعته، عادي زي ما بنسوي الرز بتاعنا الطبيعي، بس بيبقى نفس الطعم والله. هو حطينا الزبيب في الاخر بس كده على الوش، وبعد كده رحت قلبت الزبيب مع الرز بتاعي. وهنا بس كنت عامله طماطمايه كده عشان الشكل، وحطيت شويه جزر على الوش. متنسيش تعملي لي لايك، ربنا يسعد قلبك ويفرح قلبك باولادك، ربنا يا رب ينولك كل اللي في بالك، ربنا يفك كربكم، ربنا يا رب يسعدكم جميعا، ربنا يرضيكم، ربنا يفرحكم. يعني اليومين دول ادعوا فيهم كتير، واللي ما صامش يا ريت يصوم. شكرا.